اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال في الايام المفترجة كده اللي احنا فيها. ادعي ادعي من كل قلبك على اي حاجة انت بتتمنيها ربنا يرضيكي بيها. طبعا النهاردة بقى هنعمل يميش، طبعا كلنا ما نقدرش نستغنى عنه في سفرة رمضان، لازما كده تكون وجبة أساسية. ساعة العصاير يعني بنبقى حاطينها كده ايه في البولات بقى، في الكاسات، على حسب ما بتقدميه. طبعا هنعمل النهارده يميش رمضان. طبعا جبت بولة وكنت خالية القراصية ومقطعة المشمشية قطع صغيرة، وفاتحة التمر كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها. طبعا مش هضيف بقى ايه ولا زبيب ولا بشر، انا بحبه كده. وبرده مش هضيف مكسرات. لو انتي بتحبي الزبيب والبشر عليه برضو ضيفيه، لو بتحبي المكسرات برضو ضيفيها. انا هكتفي بمعلقة من السكر، هقلبه هضيفها عليها كده، وبعد كده هنزل بقى بايه، بالمية. بيبقى حلو قوي طبعا. وانا بحب اللي انا اخلي القراصية، بحيث اللي انتي وانتي بتاكليه كده يعني ايه تاكليها بقى على بق واحد كده. يكون المكونات بتاعته متقطعة قطع صغيرة، بيبقى بجد حلو قوي وخطير. هنا بقى ضفت معلقة من السكر، طبعا هو سهل وبسيط، وانا عارفة ان انتوا كلكم شطار وبتقدروا تعملوا كل الحاجات دي كلها وما فيهوش حاجة. بس زي ما قلت لكم انا طبعا بحب اللي انا افيدكم باي حاجة بعملها في البيت طبعا. والفترة دي انا مش بفطر في البيت، علشان كده ما بنزلكمش بقى ايه كل يوم وصفات رمضان وكده. بس ان شاء الله يعني هفطر برضو في بيتي، وهبقى انزل لكم فيديو او فيديوهين كده على حسب بقى اليوم اللي انا هفطر فيه ايه في البيت. طبعا انا بفطر عند حماتي، ربنا يديها الصحة والعافية ويبارك لنا في عمرها. طبعا وهقلب بقى ايه اليميش كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهركنه بقى. بيبقى بجد طعمه حلو قوي. زي ما قلت لكم تفطروا بيه كل سنة وانتوا